ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهارده هنعمل الكفتة بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي. ولو عجبتكم طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ويلا نبدأ. الكفتة اللي هنعملها النهارده بالصويا صوص. انا استخدمت نص كيلو لحمة مفرومة. ظبطي المقادير حسب الكمية اللي هتستخدميها، لو هتستخدمي ربع كيلو او هتضاعفي الكمية الكيلو ظبطي مقاديرك على كده. زي ما بقولك انا مقاديري دي على النص كيلو. استخدمت بصلتين وسط، هتقشريهم وتغسليهم طبعا. هتقطعي واحدة منهم مكعبات بالشكل ده، ودي هنفرمها في محضرة الطعام فرم ناعم. والتانية هنقطعها شرايح بالشكل ده كده، ودي بقى هنكرملها. قطعنا الأول البصل، بعد كده في محضرة الطعام هناخد البصل اللي مقطعينها مكعبات وهنفرمها زي ما بقولك فرم ناعم خالص، لأن انتي محتاجة تعصريها بعد كده. فلما تبقى ناعمة هتتعصر كويس معاكي. اخدتها بقى اهي، دي اللحمه اللي انا استخدمتها زي ما بقولك نص كيلو، دهونه قليله خالص. اخدت البصل بقى تعصري بايدك جامد كده، وتحطي البصل بعد ما يتعصر على اللحمه بالشكل ده. عصرت بقى الكميه الاول كده، والميه بتاعت البصل دي محتاجين لها. هنصبع بيها الكفته، واللي هيتبقى منها هنحطه على الكفته وهي بتستوي. حطيت بقى مع الكفته كده ايه، معلقتين بقسماط كبار، و3 معالق بقدونس متقطعين صغير خالص، 3 معالق صغيرين. وحطيت لها كمان معلقة توم مفروم ناعم. والتوابل بتاعتي نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة كبيرة زيت زيتون. وبعد كده بقى الخطوة دي مهمة جدا، انك تعجني الكفتة كويس قوي بايدك، وتاخدي وقتك في العجن بتاعها لحد كده ما كل المكونات كده تمتزج ببعضها كويس قوي. عجناها بقى كويس كده، هنسيبها ترتاح بس نص ساعة كده وبعدين هنصبعها. حطيها في التلاجة يبقى طبعا افضل. بعد بقى ما خلصت الكفتة، دي مية البصل بقولك هنشيلها لان احنا محتاجين لها. هتبلبلي ايدك فيها كده وانتي بتصبعي الكفتة، كل ما تيجي تصبعي تحطي ايدك في مية البصل وبعدين تعملي. انا عملتها صوابع بالشكل ده كده، مقاس وسط كده. لو تحبي تعمليها كرات او بالطول كده براحتك. عملت بقى الكمية كلها الاول، وبعدين بدأت اعمل بطاطس. طبعا الولاد اكتر حاجة بيحبوها مع الكفتة البطاطس. قشرت بطاطستين كده وقطعتهم بالقطاعة دي شكلهم كده جميل، ورشيت عليهم ملح ونحمرهم عادي. بعد كده بقى في طاسة على النار فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت. احنا مش هنحط يعني مش هيبقى زيت غزير، لا حاجة بسيطة كده. لما تسخن قوي هنحط فيها الكفتة. طبعا دقيقتين كده على كل جنب، قلبي الكفتة دقيقتين وبعدين هنطلعها. طبعا حمرت بقى الكمية كلها الأول، وبعدين مكانها في نفس الطاسة، مش عايزين نستخدم مواعين كتير، في نفس الطاسة كده. وحطيت البصل اللي مقطعينه شرايح علشان يتكرمل. البصل بقى مش هياخد يعني مش هيتحمّر معانا، لأ هنكرمله بس كده، دقيقتين على النار. وبعدين اديت له رشة ملح، وبعدين ضفت له معلقة توم مفرومة، وقلّبت بقى التوم مع البصل كويس كده لحد ريحته ما طلعت. بعد كده جبت الكفتة وحطيتها مع البصل، وقلّبتهم بقى مع بعض كويس. طبعًا الكفتة واخدة بقى كل التوابل، فما حطيتش خلاص توابل إلا رشة الملح. وبعدين ضفت هنا بقى معلقتين بقدونس كده، وبعدين هنضيف اللي هو أهم مكون لينا، إحنا بنقول الكفتة بالصويا صوص. حطيت 3 معالق كبار صويا صوص، وحطيت مية البصل اللي اتبقت مننا، بس هي للأسف ما اتصورتش وأنا باحطها. وقلبته بقى كله مع بعضه كده، وعلى نار هادية تسيبيه بقى 5 دقايق 7 دقايق، وبعدين تنزلي الكفتة بألف هنا، هتلاقيها جميلة جدا. قدمت بقى معاها رز والبطاطس اللي حمرناها، ورشيت عليها كده رشة بقدونس للتزيين، وبألف هنا. ولو عجبتك الكفتة النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.